إنها صور منتصف ليل 21 من آذار تظهر مدخل الشارع المؤدي إلى منزل القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى الملقب باللينو. صور تبدو أول وهلة عادية، إلا أنه وبعد التمعن فيها نلاحظ شخصا غير واضح المعالم يصل على متن دراجة نارية ويضع خلسة دلوا معبأ بمادة TNT شديدة الانفجار. هذه الصور السرية التي حصلت عليها قناة الجديد كادت قبل نحو أسبوعين أن تشعل المخيم، إذ إن العبوة التي فككها خبير عسكري تابع للكفاح المسلح عبارة كما ذكرنا سابقا عن دلو كبيرة تستعمل في تخزين الطلاء مملوءة بمادة متفجرة تزن 30 كيلوغراما وموصولة بصاعقين وبثلاث قذائف هاو من عيار 81 ملم وهاتفين خلويين. وفي حال لم ينجح التفجير عبر الخلوي ينتقل المخططون إلى الخطة باء البديلة التي تقضي بأن تنفجر العبوة عبر ساعة التوقيت الموصولة بها عند الساعة 2 من بعد الظهر، أي بعد نحو 14 ساعة من وضعها. هذه التقنية التي وصفتها مصادر فلسطينية بالمتطورة وبعد كشف الفيديو دفعت اللينو إلى تخصيص جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي لمن يتعرف أو يؤكد هوية الشخص الذي أقدم على وضع العبوة.